عليكم. عليكم ازيك يا السلام، شيماء؟ ايه ازيك يا الاخبار؟ دكتور؟ الحمد عامله ايه؟ لله الحمد نعمل لله. سيس ان شاء الله. ان شاء الله. احنا كان عندنا تاريخ مرضي كده ان حصل لنا جلطات في رجلينا، صح؟ ايوه بس جلطتين. جلطتين. فاحنا عملنا دوبلكس الحمد لله كويس. اديناك ادويه سيوله قبل العمليه، اه وهناخد احتياطاتنا برضو اثناء العمليه وبعد العمليه. ان شاء الله. ولازم بقى عندي نمشي على حساسيه كورس صدر. كده. بحساسيه الصدر طبعا. اه عندي حساسيه صدر. وان شاء الله هنمشي على كورس كده اي ادويه مضاده للتجلط اللي هي الكليكسين وادويه منع الجلطات لمده شهر بعد انا العمليه. راميه التكال على الله ثم على حضرتك. سيبي على الله، ان شاء الله الامور هتكون كويسه. ان شاء والسياسي الله من يا الحاجات دكتور. اللي هي يعني فعاله عشان موضوع الحلويات بقى انا واثقه مشكلتنا. في حضرتك ان شاء الله. فان شاء الله ان امورنا شاء تكون الله. كويسه. ان شاء الله وهي يا دكتور. العمليه ان شاء الله بتاخد ساعه بالكتير قوي. ان شاء الله. ونطلع هنا على الافاقه وبعد كده نطلع على الدور باذن ان الله. شاء الله يا ناخد دكتور. بس التعليمات بتاعتنا. كان عندنا برضو كسل في الغده. عندي اه الغده واهم حاجه نمشي بقى على ادويه الغده بانتظام بعد العمليه. ده مهم لازم. جدا. وهنقول لك تاخديها ازاي عشان برضو تساعد على الحرق. يعني هي العمليه من ضمن مميزاتها في الناس اللي عندها غده درقيه ان هي بتزود من معدل حرق الدهون. تمام. ايوه يعني لازم الغده تبقى مظبوطه. طبعا عشان ده يساعد معانا في الحرق. لاني برضه انا ساعات كنت بفوت يوم اتنين تلاته يعني. لا دلوقتي ما هننتظم عليها بقى ينفعش. بعد العمليه ان شاء الله. وهنتابع كل شويه برضو هرمونات الغده بتاعتك. طيب كل شويه كده كل شهر او شهرين هنعمل تحليل غده درقيه نطمن عليها. ان شاء الله يا ما دكتور. تقلقيش، هنتابع الموضوع كويس باذن الله. ان شاء الله. انا تقوم واثقه في بألف حضرتك. سلامة إن شاء الله الله. يسلم حضرتك.